السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأفريقي هيستقبل البنزرتي في مباراة قوية للغاية في الدوري التونسي ضمن منافسات الجولة ال 13 من المسابقة. المباراة إن شاء الله هتنطلق الساعة 5:30 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، يوم 28 اللي هو يوم السبت إن شاء الله. المباراة طبعا هتقام في ملعب النادي الإفريقي، وطبعا بتأتي في وقت حصد فيه الإفريقي 25 نقطة، بيحتل بيهم المركز الثالث في جدول الترتيب بعد طبعا الملعب التونسي وفريق الاتحاد المنستيري. طبعا فرق نقطتين ما بين الأفريقي والملعب، والمنستيري نقطة، يعني 27 26 25. هجوم الأفريقي مسجل لحد دلوقتي 19 هدف في 12 مباراة، واستقبل 6 أهداف، بتحقيق الانتصار في 7 مباريات والتعادل في 4 مع خسارة يتيمة. طبعا البنزرتي في وضعية لا يحسد عليها، طبعا هو على بعد نقطة فقط من مراكز الهبوط، وحتى الآن نجح في حصد 8 نقاط فقط من 12 مباراة، وحقق فوز يتيم مع 5 تعادلات و6 هزايم. سجل الفريق 5 أهداف فقط، وده بيدل على وجود أزمة هجومية مع استقبال 11 هدف في الدوري حتى الآن. وطبعا المباراة هتنقل إن شاء الله على القناة الوطنية التونسية الأولى على الأمر المصري نايل سات، أو على عرب سات إن شاء الله. مستني توقعاتكم للمباراة ورأيكم في الفريقين إن شاء الله وأدائهم، وتوقعاتكم لمسجلين أهداف. وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة علشان نستمر في نشر المزيد والمزيد من الفيديوهات إن شاء الله رب العالمين. وطبعا نستعرض مع بعض جدول ترتيب الدوري قبل ما ننهي الفيديو. طبعا زي ما قلنا، أول 3 مراكز بيجي في المركز الرابع الترجي الجرجيسي برصيد 24 نقطة، ثم الترجي الرياضي التونسي برصيد 23 نقطة، بعده النجم الساحلي برصيد 20 نقطة في المركز السادس، ثم الأولمبي الباجي برصيد 18 نقطة في السابع، نادي الصفاقسي في المركز الثامن برصيد 17 نقطة، نجم المتلوي في الدقيقة في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، ثم شبيبة الرياضية بالعمران برصيد 13 نقطة، مستقبل قابس في 12 نقطة، اتحاد بن قردان في المركز ال 12 ب 11 نقطة، مستقبل سليمان 13 ترتيبه ب9 نقاط، ثم البنزرتي، وبعد كده اتحاد تطاوين برصيد 7 نقاط في المركز قبل الأخير، وبعد كده في ذيل الترتيب ومركز 16 قوافل قفصة برصيد 4 نقاط. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.